أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. خالد الغندور بيمارس هوايته المفضلة، والمرة دي بيلجح بالكلام على الكابتن محمود الخطيب وبيطالب بمحاسبته. هقول لحضراتكم التفاصيل بالكامل. ومن وجهة نظري مدرب النادي الأهلي القادم لازم يكون اسم من ثلاثة، وهقول لحضراتكم الأسامي، وهقول برضو لحضراتكم ليه وجهة نظري في كده. وخناقة وخلاف كبير جدا ما بين إدارة النادي الزمالك وجون إدوارد. قبل ما ندخل على التفاصيل نصلي كلنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. وتعال نبدأ عند بندق خالد الغندور. خالد الغندور بيمارس هوايته المفضلة وهي التلقيح بالكلام على النادي الأهلي، والمرة دي بيقصد بالتحديد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة النادي الأهلي عبر التاريخ. من خلال بوست على صفحته الرسمية، ايه بيقول الكابتن خالد؟ بيقول: من يتحمل الاختيار الخاطئ لمدرب قبل أهم مرحلة في تاريخ الأهلي وهو كأس العالم للأندية، ورحيله بعد أسوأ بداية في الدوري العام بعد 4 مباريات فقط. منتظر جهابذة الإعلام اللي بينظروا كل يوم على صفحاتهم وفي الراديو والتلفزيون ولا هيعملوا من بنها وريبيرو يشيل الليلة. طيب، تلقيح طبعا. ليه؟ لأنه هو عارف وأنا عارف ومصر كلها عارفة إنه ريبيرو اختيار الكابتن محمود الخطيب. فأنت لو راجل صادق مع نفسك وعندك الشجاعة تعمل إيه؟ تقول مين يحاسب الكابتن الخطيب على اختيار. لكن هو لا، هو بيحب اسلوب النسواني شويه في ايه، ان هو الجح بالكلام زي النسوان كده. اولا، هل اختيار ريبيرو اختيار كارثي؟ مش اختيار خاطئ، كارثي طبعا، وبمعنى الكلمه كارثي، والدليل النتائج وانه مشي. ده حاجه نعترف بها. ولكن لما احنا نحاسب الكابتن محمود الخطيب، طب ما كل واحد فينا بيخطئ ويصيب. يعني ممكن يقول يعمل قرار او خطوه تطلع صح وممكن تطلع خطا. ما زي ما كان اختيار ريبيرو كان خطا من الكابتن محمود الخطيب، ما برضو الكابتن محمود الخطيب هو اللي جاب فايلر، هو اللي اختار فايلر، ما حدش كان يعرفه خالص، والكل انتقد الكابتن محمود الخطيب على اختيار فايلر. وفي الاخر الكل دلوقتي بيطالب بعوده فايلر. الكابتن محمود الخطيب هو لما فايلر مشي قبل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 اللي خدناه على قفاكم يا كابتن خالد الغندور، هو اللي اختار موسيماني، وموسيماني اللي هو جبنا البطوله، وبعدها جبنا بطوله ثانيه لدوري الابطال، وحقق انجازات عظيمه للنادي الاهلي في افريقيا وفي المحلي وفي كاس عالم للانديه. ما هو برضو الكابتن الخطيب اللي اختار كولر، مع انه كولر كان بقاله سنتين مش بيدرب، لكن هو اللي اختار والكل انتقده، لكن اصر عليه وحقق 11 بطولة مع النادي الاهلي. ما هو الكابتن الخطيب اللي بيجيب صفقات اللي بيتمناها اي جمهور في العالم انه اللعيبة دي يلاقيها في فرقته. ما هو الكابتن الخطيب اللي نقل النادي الاهلي نقلة تانية خالص من الناحية التجارية ومن ناحية الايرادات وكل شيء. هو الكابتن الخطيب بالنسبة لي وبالنسبة لأي أهلاوي، الكابتن الخطيب هو أفضل رئيس للنادي الأهلي عبر تاريخ النادي الأهلي، وهو أفضل رئيس لنادي مصري عبر تاريخ الكرة المصرية. في الآخر ده شأن داخلي يا كابتن خالد، ده حاجة تخص النادي الأهلي، ملوش خالص بيها علاقة نادي الزمالك أو أنت أو غيرك. اللي يحاسب الخطيب جمهور الأهلي مش أي حد تاني. ولكن ده خالد الغندور. ريبيرو مش جميل جميل. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ اختيار مدرب. طيب بالنسبه لي كده ان انا اجيب مدرب مؤقت زي الفكره اللي بتطرح دلوقتي، ان اجيب مدرب مؤقت زي الكابتن عماد النحاس. طيب هل الكابتن عماد النحاس لما اخليه مدرب مؤقت الامتى بالظبط؟ البعض بيطلع تصريحات انه ممكن الكابتن عماد النحاس يستمر في قياده النادي الاهلي لغايه شهر يناير بدايه بطوله افريقيا. وخلال البطوله، الفتره اللي كانت البطوله دي مثلا لو شهر، ما اظنش ان احنا هنكمل شهر في البطوله، يعني نختار مدرب. يعني كده يا كابتن عماد النحاس هيقود النادي الاهلي حوالي 4 شهور، 9 و10 و11 و12. ده بالنسبه لي شيء كارثي. فكره مدرب مؤقت دي بالنسبه لي شيء كارثي يكون في النادي الاهلي. طيب من وجهه نظري احنا دلوقتي ابتدينا الموسم، الاسبوع الخامس في الدوري،
داخلين على بطولة افريقيا. لازم المدرب اللي جاي يكون لا اما اشتغل في النادي الاهلي وحقق نجاحات، لا اما يكون اشتغل في مصر فعارف الدوري المصري وعارف لعيبه النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي، وانه التعادل في الاهلي يعتبر خساره وكارثه. ده واحد من ثلاثه. اتنين اشتغلوا في النادي الاهلي وحققوا بطولات، موسيماني وفايلر. الاتنين دول اي واحد منهم هيجي دلوقتي بالكواليتي الموجود هينجح. اللي اشتغل في مصر وحقق نجاحات بالنسبه لي كاداء وكنتائج برضه جوميز، المدير الفني البرتغالي السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح السعودي. واحد من ثلاثه ده من وجهه نظري. ده لو احنا عاوزين مهتمين بالموسم ده، لكن دلوقتي هتجيب مدرب زي ما بيقول اسم كبير، اول مره ممكن يكون طلع من اوروبا، واول مره يكون هيجي مصر، واول مره هيكون جاء افريقيا، لسه هيتعرف على اللعيبه، حتى اول مباراتين هيقول لك اصلا لسه مش هنقدر نحكم عليه، ده محتاج وقت. جميل، محتاج وقت. الوقت ده على حساب النتائج، يعني ممكن الوقت ده يكون على حساب النتائج، مش بس الاداء، هيكون على حساب النتائج. يبقى كده الدوري انت راح منك، داخل على بطوله افريقيا مش متعود على اجواء افريقيا واللعب في افريقيا، يبقى افريقيا راحت منك. فانت عشان تخسر دوري وتخسر افريقيا السنه دي بالكواليتي ده كارثه. اخسره لو انا معيش الكواليتي اللعيبه ده. فبالنسبه لي لازم في المرحله دي يكون مدرب اشتغل في الاهلي زي فايلر او موسوماني، او يكون اشتغل في مصر وعارف طبيعه النادي الاهلي زي جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك. دي وجهه نظري ممكن اكون مخطئ فيها. بالنسبه للمدربين المصريين انا شايف انه فكره مستبعده تماما. لو اضطريت لكده هيكون يا اما حسام البدري او علي ماهر، اللي عارفين طبيعه النادي الاهلي وعارفين لعيبه النادي الاهلي وعارفين امكانياتهم وهيوظفوهم فين. لكن فكره المدرب المصري انا شايف ان هي بعيده اصلا من تفكير اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. اختم حضراتكم بمعلومه مؤكده انه في خلاف كبير جدا حاصل دلوقتي ما بين اداره نادي الزمالك وجون ادوارد. ايه السبب؟ السبب حاجتين: المدرب واللعيبه. المدرب لانه هو اللي اختار يانيك فيريرا، والكل كان شايف انه مدرب السي في بتاعه سي في ملوش زي اخينا ريبيرو كده، يعني مفيش، وكل اكد انه شخصيته ضعيفه كمان وهيضيع نادي الزمالك اكتر ما هو ضايع. فده اختيار جون ادوارد. كمان في بعض اللعيبه اللي جابها جون ادوارد زي ادم قايد وزي شوكوبانزا وزي عدي دباغ، ده كارثه. ويقال انه جون ادوارد بيجبر فيريرا على اشراكهم بشكل اساسي، وخصوصا عدي الدباغ وشيكوبانزا، لانه مستواهم يعني ضعيف جدا، لكن يقال انه هو مصر عليهم ومصر انه يشاركوا بصفه اساسيه مع النادي الاهلي. ولكن اقول لك معلومه، انه اداره النادي مع الزمالك، انا اسف، اداره نادي الزمالك لا تملك الحق في الاعتراض على قرارات جون ادوارد. العقد المبرم ما بينهم انه ما عندهمش الحق او الصيغه القانونيه ان هم يقدروا يعترضوا على اي قرار من قرارات جون ادوارد. هنشوف ايه هيحصل في الفتره الجايه. مش عاوز اطول على حضرتك اكتر من كده. في نهايه الفيديو اللايك والاشتراك في القناه. سلام.